عسلامة مساء الكل في القناة. أكد المحامي محمد الناجي غرسلي عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي أحمد الصافي سعيد أنه القضاء الجزائري كان قد حكم على الناشط السياسي أحمد الصافي سعيد ب3 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ، وذلك بعد إيقافه 3 أيام قبل ما يتسلم لتونس بداية من الأسبوع اللي فات. وقال زاد المحامي ناجي غرسلي اللي المعاملة كانت طيبة جدا وكانت معناها مقبولة من مختلف السلطات الجزائرية، وأشار الغرسلي في السياق ذاته اللي معتبره قرار جريء من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والمتمثل في إحالة الصافي سعيد في حالة سراح من أجل اجتياز الحدود دون ترخيص. وكشف أنه محكمة الناحية الفريانة طبقت القانون بقرارها اليوم الاثنين تخلي عن قضية الصافي سعيد لفائدة محكمة الناحية بفوسانة، لأن مكان اجتياز الحدود هو منطقة بودرياس اللي يعتبر اختصاص ترابي من أنظار محكمة الناحية بفوسانة. في موضوع آخر، قررت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن السياسي لطفي المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، وذلك في القضية التي تتعلق بتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب بخصوص الانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وللإشارة فإنه لطفي المرايحي حكم ابتدائيا ب8 أشهر سجن مع المنع من الترشح مدى الحياة.